بطولة دوري أبطال آسيا والأدوار التمهيدية. دي مباراة أمام فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، والمباراة انتهت 3-0 لصالح جوانجزو الصيني. هم دايما بيلبسوا التيشيرت الأحمر نفس تيشيرت النادي الأهلي بالظبط أو قريب منه جدا. ده الهدف الأول. كان اللاعب الباراجواني اللي بيلعب في منتخب باراجواي لو تفتكروه اسمه لوكاس باريوش، اللي كان بيلعب في بروسيا دورتموند، ولكن لعب معاهم في الأدوار التمهيدية للبطولة وبعدين راح نادي سبارتاك موسكو في روسيا. ده الهدف الثاني. اللاعب اسمه موريكي، لاعب برازيلي، لاعب كويس جدا. هتلاقوا 3-4 لعيبه مميزين هم هدافين فريق جوانزو، منهم موريكي ده اللاعب البرازيلي. ده كان الهدف الثاني. المباراه دي انتهت 3-0. اول مباراه مع فريق دايموندز الياباني في دوري المجموعات في دوري ابطال اسيا. وده الهدف الثالث. لاعب اسمه كيتا سوزوكي دخل في مرماه هدف. انتهت المباراة 3-0. دي مباراة تانية بقى مع فريق هايونداي موتورز بطل كوريا الجنوبية، وانتهت 1-1. وبعدين نروح للمباراة الثالثة. المباراة دي انتهت 4-0. فريق جوانزو الصيني مع فريق يونايتد من تايلاند. الهدف الأول لاعب اسمه ليوناردو كونكا أرجنتيني. بص ده موريكي اللاعب البرازيلي. 1-2 جميل جدا، وحطها في المرمى. موريكي نحط عيننا عليه، لاعب كويس قوي ولاعب سريع وحريف. كده النتيجة 2-0. وبعدين في عندهم لاعب صيني بقى اسمه جاولين، برضو لاعب مميز جدا ومن هدافين الفريق. هو ده جاولين، عنده رقم 29. عندهم بقى يعني زي ما احنا متابعين كده كونكا اللاعب الأرجنتيني اللي هيحرز برضو الهدف ده اللي هو الهدف الرابع. وعندهم جاولين اللي هو اللاعب الصيني، وعندهم موريكي اللاعب البرازيلي. 3 لعيبه مميزين جدا، معظم الاهداف جت عن طريقهم. دي المباراه الرابعه مع فريق برضو يونايتد، المباراه العوده بقى في دوري المجموعات. وده الهدف الاول. موريكي برضو اللاعب البرازيلي رقم 11، المره دي لابسين اصفر ان هم بيلعبوا في ملعب الخصم في تايلاند. وده موريكي برضو اللاعب البرازيلي، لاعب كويس قوي. الهدف الثاني. المباراه دي انتهت 4-1. وده الهدف الثالث. لاعب اسمه زينج زي، لاعب صيني برضو في الفريق. خلي بالكم الفريق الصيني عنده 4 لاعبين محترفين من خارج الصين. كده النتيجة انتهت المباراة 4-1. دي مباراة بقى الخامسة للفريق في دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا. دي مع فريق دايموندز الياباني اللي كان فاز عليه في المباراة الأولى 3-0. المرة دي المباراة في اليابان. المباراة دي هم خسروها 3-2. فريق جوانزو الصيني خسر 3-2 في اليابان. دي كورة اوف سايد. ده موريكي برضو اللاعب البرازيلي. دي مباراة دور ال16. مباراة دور ال16 هناك ذهاب وعودة، وكان مع فريق من استراليا اسمه سنترال كوست مارينز. فريق جوانزو اللي لابس التيشيرت الاحمر. وده موريكي برضو اللاعب البرازيلي. اكيد كابتن محمد يوسف والجهاز الفني النادي الاهلي كابتن احمد ايوب وكابتن علي ماهر وكابتن طارق سليمان هيتفرجوا كتير على الماتشات والاهداف دي. ده لوكاس باريوش، لكن هو خلاص مشي يعني مش موجود دلوقتي. هو في الفتره الانتقالات اللي فاتت انتقل للدوري الروسي. وده الهدف الثاني. موريكي برضو اللاعب البرازيلي. ودي المباراة العودة في الصين. المباراة الأولى خلي بالك هم كسبوا فرقة مارينز دي في أستراليا 2-1. رجعوا في الصين وكسبوا 3-0. موريكي الهدف الأول، وبعدين سون يانج الهدف الثاني. لا ده كونكا اللاعب الأرجنتيني اللي أحرز الهدف الثاني من ضربة جزاء. وبعدين جاولين اللاعب برضو رقم 29 اللي أنا قلت لكم عليه. 3 لعيبة مهمين جدا. جاولين اللاعب الصيني، وموريكي اللاعب البرازيلي الأسمر، وكونكا اللاعب الأرجنتيني المميز جدا. دي مباراة ربع النهائي مع فريق لخوية القطري. المباراة الأولى انتهت 2-0 في الصين، وبعدين راحوا لعبوا في قطر كسبوا اللخوية 4-1 في قطر. ده كونكا فرقة جامدة خلي بالكم، مش فرقة سهلة. مارشيلو ليبي عامل فرقة كويسة جدا. وده لاعب برازيلي برضه اسمه أليكسون. وده الهدف الثالث للفريق.
دي مباراة دور الثمانية، لا دي مباراة نصف النهائي مع فريق كاشيوا ريسول. واحنا النادي الاهلي لاعب كاشيوا ريسول في البطولة اللي فاتت. لعبوا كاشيوا ريسول في اليابان وكسبوا 4-1. فريق جوانجزو ده لعب مع كاشيوا ريسول 4-1 في اليابان خارج ملعبه. وده الهدف الثاني كونكا. وبيسجلوا بقى بص يعني اهداف مختلفه، سواء بقى تصويب من خارج ال 18 1 2 ومن جوه ال 18. وده برضو كونكا اللاعب الارجنتيني. وبعدين الهدف الرابع موريكي اللاعب البرازيلي. ما انا بقول لكم عندهم 3 فظاع، موريكي ده رقم 11 وجاولين رقم 9 الصيني وكونكا الارجنتيني. دي مباراة العودة في الصين بقى، برضو كسبوهم 4-0. وفريق كاشيوا ريسول ده بطل اليابان وفرقة قوية جدا، لكن 4 في اليابان و4 في الصين. وده إليكسون برضو هدف. المباراة دي انتهت 4-0 في الصين لصالح جوانجزو على كاشيوا ريسول. وده موريكي. بصوا يعني اسماء اللي انا بقولها مكرره. موريكي لاعب البرازيلي الهدف الثالث، وموريكي برضه هيحرز الهدف الرابع. سريع وحريف وقوي. وبصوا فرق السرعه ما بينه وما بين اليابانيين، خلي بالكوا سرعه جدا. وانتهت المباراه 4-0 وصعدوا للمباراه النهائيه عشان يلعبوا مع فريق اف سي سيول بطل كوريا الجنوبيه. المباراه الاولى كانت في كوريا الجنوبيه وانتهت 2-2. ده لاعب برضه برازيلي اسمه إليكسون اللاعب ده. وتقدم احنا جايبين خلي بالكم اهداف بس جوانزو هنا في المباراه دي لابسين اصفر. وده الهدف الثاني جاولين اللاعب الصيني رقم 29. المباراه دي انتهت 2-2 في كوريا. ودي بقى المباراه الاخيره في الصين انتهت 1-1، بس عشان هم تعادلوا 2-2 في كوريا فخدوا البطوله. ده إليكسون اللاعب برضو البرازيلي، وخدوا بطولة دوري أبطال آسيا وصعدوا كبطل قارة آسيا لكأس العالم للأندية. وأول مباراة هتكون ليهم مع النادي الأهلي. فرقة كويسة جدا بتلعب كرة حديثة، عندهم لعيبة مهاريين. وخلي بالكم يعني لعيبة أمريكا الجنوبية البرازيليين والأرجنتين وبتوع تشيلي محتلين الدوريات العالمية. يعني تلاقي فريق برشلونة كل المحترفين اللي عندهم يا إما برازيليين، داني ألفيش، أدريانو برازيلي، نيمار برازيلي، وأليكسيس سانشيز من تشيلي. دول اللعيبة المحترفين في فريق أو اللعيبة الأجانب في فريق برشلونة، كلهم من امريكا الجنوبيه. شوف افضل فريق في العالم اللي هو امريكا الجنوبيه اللي هو فريق برشلونه جايب لعيبه من امريكا الجنوبيه. هم برضو فريق جوانجزو ده جايب لعيبه من امريكا الجنوبيه، جايبين 2 برازيليين 1 ارجنتيني. دي برضو احتفالاتهم بالفوز بالتشامبيونز ليج الاسيوي دوري ابطال اسيا. وجابوا 36 هدف في مشوارهم في البطوله. مارشيلو ليبي بقى هو بيحتفل معاهم، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يعمل نتيجه ايجابيه معاهم، رغم ان انا بقول لكم من دلوقتي هيكون ماتش صعب جدا. اللي هي فرقه بقاله 2 3 الراجل ده ماسكهم وعامل فرقه كويسه وحافظهم وجايب لعيبه مميزين جدا متوازنين، خط دفاعهم قوي جدا، خط هجومهم قوي جدا. فهيبقى ماتش صعب للنادي الاهلي. كان ان شاء الله النادي الاهلي كابتن محمد يدرس الفرقه، وعايز برضو النادي الاهلي يحتك كويس، يحتك يعمل معسكر خارجي يلعب مع فرق قويه قريبه من المدرسه الاسيويه الصين واليابان وكوريا الجنوبيه، عشان ما يروحش على طول يعني من اللعب الافريقي على اللعب السريع بقى والسرعات الاكتر في اسيا. وانتوا عارفين بقى اليابانيين والصينيين والكوريين الجنوبيين يعني سرعه جدا ورتمهم سريع دايما في الماتشات. اللي عايز يشتري